العالم مليان بلدان وحضارات وشعوب مختلفة، ودايما أكتر حاجة بتكون غريبة في حضارات الشعوب هي أنواع الأكل المختلفة اللي يا بتكون غريبة جدا يا نادرة يا غالية جدا. اتفرجوا على الفيديو ده علشان تعرفوا أغلى الأطعمة والأكلات في العالم. ولو انتم أول مرة بتتفرجوا على فيديوهاتنا ما تنسوش تدعمونا بسبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، ولو بتتفرجوا على الفيسبوك اعملوا متابعة للصفحة ولايك وشير للفيديو. رقم 15 حليب ناكازاوا. معمل صناعة الحليب الياباني ناكازاوا معمل مختلف عن باقي المعامل التقليدية. الأبقار اللي هناك بيتم حلبها مرة واحدة بس في الأسبوع في الصباح الباكر لضمان احتواء الحليب على هرمون الميلاتونين اللي بيساعد على تهدئة الضغط العصبي، وبيتم تعبئة الحليب بعد 6 ساعات من حلب الأبقار. وبيتكلف اللتر الواحد من حليب ناكازاوا حوالي 43 دولار أمريكي أو ما يعادل 675 جنيه مصري. رقم 14 محار كوفن باي، وبيتوصف نوع المحار ده بانه شرايح اللحم البحرية، وده علشان غلو ثمنه، فالقطعة الواحدة بيوصل سعرها ل 75 دولار امريكي او ما يعادل 1177 جنيه مصري. بينشأ النوع ده من المحار في مزارع سمكية خاصة في مدينة أوستن باي الساحلية في جنوب أستراليا، وبيتم بيعه في مطعم واحد فقط. وبيرجع ارتفاع سعر النوع ده من المحار انه بيحتاج 6 سنين علشان ينمو ويصبح جاهز للأكل. رقم 13 سمكة فوجو السامة، ودي بتعد واحدة من أرقى الوجبات اليابانية بالرغم من إنها سامة جدا، ومش مسموح لأي حد يطبخها إلا إذا كان مدرب تدريب خاص وعنده رخصة لطبخ وتقديم السمكة دي. وجدير بالذكر إنها مش مسموح بيها في الاتحاد الأوروبي، لكن ممكن تحصل عليها في أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان، وبيصل سعرها ل 186 دولار أمريكي أو ما يعادل 2920 جنيه مصري. رقم 12 شاي الماتشا الأخضر. بيحتوي مسحوق شاي الماتشا الأخضر على مضادات الأكسدة المفيدة للجسم بالإضافة لمادة الكافيين، وممكن استعماله في الخبز والحلويات والعصاير أو شربه مباشرة. وبيصل سعر المسحوق عالي الجودة لحوالي 200 دولار أمريكي أو ما يعادل 3140 جنيه مصري للكيلو جرام الواحد. رقم 11 قهوة كوبي لواك. قهوة كوبي لواك هي الأغلى في العالم، وبيتم تصنيعها في إندونيسيا وفيتنام من روث وفضلات حيوان قط الذباب. حيوان قط الذباب مش بيقدر يهضم الحبوب وبيخرجها مع فضلاته، وبعد كده بيتم تجميعها وغسلها وتجفيفها وتحميصها، وبيصل سعر الكيلو الواحد منها لحوالي 273 دولار أمريكي أو ما يعادل 4287 جنيه مصري. رقم 10 زيت زيتون لامدا البكر. الزيت ده عالي الجودة جدا، بيصنع في اليونان ومعروف بمذاق فاكهة قوي ونسبة حموضة منخفضة جدا. بيتم إنتاجه من زيتون كرونكي، واللي بيتم عصره في نفس يوم قطفه علشان يفضل محافظ على طعمه القوي. بيصل سعر اللتر منه لحوالي 454 دولار أمريكي أو ما يعادل 7130 جنيه مصري. رقم 9 عسل المانوكا. بيقال إن عسل المانوكا بيشفي كل حاجة من أول آلام الحلق لحد عدوى مقاومة الأدوية، وممكن ده يكون التفسير لثمنه الغالي جدا. فعسل المانوكا العالي الجودة بيوصل سعره ل 504 دولار أمريكي أو ما يعادل 7915 جنيه مصري للكيلو الواحد. رقم 8 الفانيليا. مع انه من الغريب نشوف الفانيليا في القائمة دي كونها واحدة من الاشياء الموجودة في بيوتنا باستمرار، الا ان الفانيليا الصافية بتعتبر من اغلى انواع البهارات في العالم، واكبر منتجيها هم مدغشقر واندونيسيا، وزراعتها وحصادها عمليتين مجهدتان جدا، وده السبب في ارتفاع سعرها. وبيصل سعر الكيلو الواحد من الفانيليا لحوالي 515 دولار امريكي او ما يعادل 8100 جنيه مصري. رقم 7 بطاطس البونات. ممكن صعب تتخيل ان البطاطس ممكن تكون من اغلى الاطعمة في العالم، بس بطاطس البونات بيصل سعرها ل 660 دولار امريكي او ما يعادل 10350 جنيه مصري للكيلو الواحد. والسبب في كده انها بتتزرع في مكان واحد بس في فرنسا، والموسم بتاعها هو اسبوع واحد بس في السنة كلها، ولازم يتم حصادها يدويا بدون آلات، وبتتميز بمذاق مالح بيخليها مناسب جدا للاكل مع الكافيار. رقم 6 كافيار بلوجا. كافيار بلوجا هو واحد من أندر أنواع الكافيار وأصعبها في الاستخراج، وده بيخلي سعره غالي جدا. وبيستخرج من بطارخ أنواع معينة من الأسماك بتعيش في بحر قزوين والبحر الإدرياتيكي والبحر الأسود.
وبيتباع في كميات صغيرة جدا، وبيصل سعر ال 100 جرام لحوالي 906 دولار أمريكي أو ما يعادل 14220 جنيه مصري. رقم 5 بطيخ دينسوكي. هو أغلى نوع بطيخ في العالم، بيزرع في اليابان وبيتميز بهشاشته وطعمه الحلو، لكن بيزرع منه حوالي 100 قطعة فقط كل سنة، وبيتم عرضها في مزاد علني، وبيصل سعر الواحدة لحوالي 5800 دولار أمريكي أو ما يعادل 91000 جنيه مصري. رقم 4 شوكولاتة تواك، ودي أغلى نوع شوكولاتة في العالم، بتحتوي على 77% من الكاكاو الصافي المزروع في الإكوادور، وبيحتاج 3 سنين علشان ينضج. وسبب ارتفاع سعرها إن كل قطعة من الشوكولاتة بتحتوي على حبة كاكاو ناسيونال المهددة بالانقراض، وسعر قطعة الشوكولاتة 50 جرام حوالي 693 دولار أمريكي أو ما يعادل 10880 جنيه مصري. رقم 3 الكافيار الماسي، وهو أغلى نوع كافيار في العالم، لدرجة إنه دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب ارتفاع سعره اللي بيوصل ل 25472 دولار أمريكي أو ما يعادل 400 ألف جنيه مصري للكيلو الواحد. وبيستخرج الكافيار ده من أنواع أسماك بتعيش في بحر قزوين، وبيتميز برائحته المميزة. رقم 2 شاي دهانج باو. بيتميز الشاي ده من نوعية شاي الأولونج بحلاوة قوية ومذاق خشبي مميز، وبينمو في منطقة واوي الجبلية في الصين فقط. واللي خلى الشاي ده غالي جدا إنه اتوقف إنتاجه في سنة 2005، لدرجة إن أحد الأشخاص دفع مبلغ 28 ألف دولار أمريكي أو ما يعادل 440 ألف جنيه مصري مقابل شراء 20 جرام فقط من الشاي ده. رقم 1 أوراق الذهب، ودي بتعتبر أغلى حاجة صالحة للأكل في العالم، بيتم استخدامها في تزيين الحلويات أو كإضافة على الطعام، وبيبلغ سعرها للكيلو الواحد 19 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 300 مليار جنيه مصري. وعلشان السعر العالي ده بتحتل أوراق الذهب المركز الأول في قائمة أغلى المأكولات في العالم. قولوا لنا في الكومنتات اكتر حاجة عجبتكم في الفيديو ده، ولو عندكم اقتراحات لفيديوهات تانية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة اول ما تنزل. ولو بتتفرجوا على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا متابعة للصفحة ولايك وشير للفيديو.